أهلا بيكم. لو دخلت سوبر ماركت في ألمانيا قبل كده وحسيت إنك تايه، ما تقلقش خالص. في الكام دقيقة الجايين دول إحنا هنفك شفرة التسوق بالألماني، وهتاخد الأدوات اللي بيها تشتري أي حاجة بثقة تامة. يلا بينا نبدأ. أول خطوة خالص في رحلتنا دي هي إننا نلاقي المحل اللي عايزينه أساساً، وعلشان نعمل كده لازم نكون عارفين أسماء أهم الأماكن، والأهم إزاي نسأل عنها. يلا نشوف إيه هي الكلمات دي. نبتدي بالأساسيات. Der Supermarkt. بالألماني اسمه دير سوبر ماركت. اسمعوا كده، زوبر ماركت. النطق قريب قوي من الإنجليزي فمش هيغلبنا. خدوا بالكم من دير اللي في الأول دي أداة التعريف، وبتقول لنا إن الكلمة دي مذكر. المعلومة دي هتفيدنا قوي بعدين. يلا نقولها سوا تاني. Der Supermarkt. تمام قوي. طيب لو صحينا الصبح ونفسنا في عيش طازج سخن أو كرواسون، يبقى لازم نروح المخبز. المخبز بالألماني اسمه دي بيكاغاي. ركزوا في النطق، بي كي غاي. الكلمة دي بقى مؤنث، وعشان كده بنستخدم معاها أداة التعريف دي. أما بقى لو بندور على لحوم، فمحل الجزارة ليه اسمين في ألمانيا، ومهم نكون عارفينهم هما الاتنين. ممكن نسمع كلمة دي فلايشراي أو دي ميتسكراي. الاتنين معناهم محل جزارة، بس استخدامهم بيختلف حسب المنطقة اللي انت فيها في ألمانيا، فما تستغربش لو لقيت أي واحدة منهم. طيب عرفنا أسماء الأماكن، إزاي بقى نسأل عنها في الشارع؟ الموضوع بسيط جدا، هو عبارة عن تركيبة أو قالب بنستخدمه على طول. الصيغة السحرية بتاعتنا هي Ist hier in der Nähe? دي بالعامية المصرية بتاعتنا هي بالظبط لما بنقول هو في هنا قريب. كل اللي هنعمله إننا هنحط اسم المكان في النص. فلو بندور على مخبز، السؤال هيبقى Ist hier eine Bäckerei in der Nähe? بسيطة خالص، صح؟ تمام جدا. خلاص لقينا المحل اللي عايزينه ودخلنا، بس غالبا هنحتاج مساعدة من أي حد شغال جوه. إزاي بقى نلفت انتباه حد بطريقة مؤدبة ونطلب مساعدة؟ يلا نشوف. وهنا بقى تيجي الجملة المنقذة. الجملة دي لازم تتحفظ صم. Entschuldigung, können Sie mir helfen؟ خلينا نقسمها حتتين عشان تبقى سهلة. الجزء الأول Entschuldigung دي معناها عفواً أو لو سمحت بتاعتنا. والجزء التاني können Sie mir helfen معناه ممكن تساعدني. خدوا بالكم إننا بنقول زي بحرف الاس الكبير، ودي صيغة الاحترام الرسمية زي حضرتك كده، واللي بنستخدمها مع أي حد منعرفوش. حلو قوي. كده لفينا انتباه الموظف وجاي يسألنا محتاجين إيه. دلوقتي ندخل في الجد. إزاي نسأله عن مكان حاجة معينة إحنا بندور عليها ومش لاقيينها؟ بصوا بقى، في فرق مهم بين سؤالين. لو بتدور على حاجة أنت متأكد إنها موجودة في أي سوبر ماركت زي القهرة مثلا، ساعتها بنسأل عن مكانها وبنقول wo finde ich اللي هي بالمصري ألاقي فين. فالمثال هيكون wo finde ich den Kaffee. لكن لو بتسأل عن حاجة خاصة شوية ومش متأكد إذا كانت عندهم ولا لأ، زي نوع جبنة معين اسمه كوارك، هنا السؤال مش عن المكان، السؤال عن إذا كانت موجودة أصلا. فبنقول haben Sie اللي هي ببساطة عندكم، فالسؤال هيكون haben Sie كوارك. الفرق ده بيخلي شكلنا محترفين قوي. وطبعا مش دايما هنلاقي كل اللي بندور عليه، فلازم نكون مستعدين لو سمعنا رد بالنفي. أشهر رد ممكن نسمعه هو leider nicht. الكلمة دي معناها ببساطة للأسف لا. leider يعني للأسف، ونشت يعني لا. اسمعوها تاني ورددوها، leider nicht. كده لو اتقالت هنبقى فاهمين على طول. وبكده يبقى احنا جمعنا أهم الأدوات اللي تخلينا ندخل أي محل أو سوبر ماركت في ألمانيا وإحنا واثقين من نفسنا تماماً. من أول ما كنا بنسأل على مكان المحل في الشارع لحد ما لقينا المنتج اللي عايزينه جوه. الموضوع كله طلع كام جملة بسيطة. يبقى دي خلاصة صندوق الأدوات بتاعنا. عشان تلاقي مكان ist die ein Supermarkt in der Nähe، عشان تطلب مساعدة بأدب Entschuldigung, können Sie mir helfen؟ عشان تسأل عن مكان حاجة معينة wo finde ich؟ وعشان تسأل إذا كانت الحاجة دي عندهم أصلاً haben Sie. الأربع جمل دول هم المفتاح السري بتاعك لأي تجربة تسوق في ألمانيا.